عارفه بصي بقى، بصي الناس دي كلها عمالين يشيروا كذب في كذب، مش عارفه ليه نص الحاجه دلوقتي بقت كلها كذب. انت عارفه ان الكذب ده اسوأ حاجه، اسوأ حاجه الكذب. يعني عايزاكي في حياتك كده تتعلمي ان انت ما تكدبيش خالص، يعني تبقى حياتك كلها مواجهه، تبقى كلها صراحه. الكذب ده شيليه من حياتك خالص. حتى لو عايزه تتخلصي من موقف او اتحطيتي في اي موقف، اعملي اي حاجه الا الكذب، لان الكذب ده اسوأ حاجه. الانسان لو اتعلم يكذب مره خلاص بيتعلم مره واثنين وثلاثه. زي بصي بقت حياتنا كلها كذب، مش عارفين نخرج من الكذب ده. حتى لو انت مكسوفه من موقف او في موقف يعني حاسه انك مش قادره تتكلمي فيه، قولي الصراحه بس بطريقه شيك، لكن المهم ما تكذبيش. يا نهار ابيض، مش وقته خالص. بصي خدي ردي على طنط وقولي لها ان انا نايمه بعمل اي حاجه في المطبخ، وانا بعدين هكلمها، انا نسيت اصلا اكلمها خالص. خدي ردي عليها وقولي لها ان انا مش موجوده او بعمل اي حاجه وانا هبقى اكلمها بعدين. انت مش قلتي لي ان احنا ما ينفعش نكذب؟ ازاي بقى اقول لها حاجه مش بتحصل؟ تصدقي انت عندك حق، انا لسه عماله اقول لك حياتنا بقت كذب وعماله اكلمك في الكذب وبقول لك ردي على طنط وقولي لها حاجه. تصدقي انت صح، انا اللي غلطانه. معلش، احنا المفروض بقى نتعلم من اخطائنا، ان احنا لما بنكون نعلم ولادنا اي حاجه ما ينفعش نرجع واحنا اللي نعمل نفس الغلط تاني. يعني انا لسه بكلمها عن الكذب وان الحياه بقت كلها كذب وان هي تواجه، وانا بقول لها خدي ردي وقولي ان انا مش موجوده. فالحمد لله ان هي وصلت لها الرساله وصححت لي الكذب وقالت لي انت لسه قايله لي المفروض ما نكذبش. فارجوكم لما نتعامل مع اولادنا في اي موقف ما ينفعش ان احنا نقول لهم ما نكذبش او ما نسرقش او ما نخونش او ما نعملش اي حاجه او نبقى قد الامانه، ونرجع احنا في نفس الوقت نعمل عكس التصرف ده. لما نكون بنعلمهم حاجه لازم احنا نكون قدوه ليهم، ولازم احنا اللي تصرفنا يكون في الاول صح. صح كده؟ صح.